يا مساء الفل والورد والياسمين. النهاردة إن شاء الله جايين في مكان جديد، مدينة السحر والجمال، مدينة الزوار، مدينة السياحة، مدينة الآثار، مدينة النيل اللي هي أسوان. ومن أسوان هنروح جزيرة النباتات اللي هي الجزيرة النباتية، من أشهر الجزر في العالم ومن أشهر النباتات في العالم. وفي مصر مميزة بيها أسوان. طبعا لازم كل الزوار، كل من هو زار أسوان لازم ياخد له جولة في الجزيرة النباتية دي، ويعتبر هي مستهدفة تماما من السياحة ومن الزوار في أسوان. يلا بينا بقى جولة سريعة كده في النيل ونتفرج على الجزيرة النباتية بأسوان، ونشوف أهم النباتات المختلفة الموجودة في الجزيرة دي، وأشهر النباتات المشهورة بيها مش موجودة في باقي مصر، لكن موجودة في الجزيرة دي. يلا بينا ونشوف. وبتقع الحديقة النباتية في جزيرة وسط النيل بمدينة أسوان، ويعد موقعها متفردا على مستوى العالم، وتتجمع فيه 3 عناصر للجمال لا توجد في أي مكان آخر على مستوى العالم، وهي طلتها على النيل الغربي الغني بالكنوز الفرعونية، والذي يبدأ بمقابر النبلاء شمالا وينتهي بمقبرة أغا خان جنوبا، وبتقع على النيل مباشرة. كما إن الحديقة تقع في جزيرة رائعة تحيط بها المياه في كل مكان، بخلاف عبقرية وتاريخ هذا المكان الذي يعود إلى القرن ال19. ومن عن بعد كده بدأت تظهر هذه الجزيرة، بنقرب ليها واحنا في المركب. طبعا معلومة كده سريعة، احنا عارفين ان الجزيرة هنا بتبلغ مساحة الحديقة دي، الحديقة النباتية بتبلغ مساحتها 18 فدان، وبتتقسم إلى مشايات طويلة طولية وعرضية ليتحرك عليها الزائرين والاستمتاع برؤية الأشجار. وبيبلغ أقصى طول للحديقة 700 متر، وأقصى عرض 115 متر، وهي تقع على شكل بيضاوي داخل نهر النيل، وتحيط بها المياه من كل الجهات. ويعود تاريخ إنشاء الحديقة النباتية في أسوان إلى عام 1898 أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر. وقتها أخمد اللورد كيتشنر قائد قوات الحملة الإنجليزية الثورة المهدية في الجنوب بتخصيص مكان هذه الحديقة ليصبح مقرا لقيادة هذه الحملة، نظرا لموقعها الاستراتيجي الهام من الناحية العسكرية. وتعود تنوع واختلاف النباتات أثناء الاحتلال هنا. كانوا السكان بيزرعوا نباتات معينة، إنما القائد طلب من جنوده أثناء عودتهم من الأجازات إحضار أشجار ونباتات مختلفة لزرعها بحيث تخفف وطأة الحرارة وشدة الحرارة في الوقت ده. يلا بينا أسيبكم بقى نتفرج جولة سريعة في الجزيرة.
وليدك غزالي، عينو زرقا شغلة بالي، 06 ولا 36 احتال بيها وتكون حلالي. الو الو عيطور الطوموبيل، تجيبيني انا وحبيبتي اليوم معها سهرة لليل، هي انا حناتي. جيبوا وليدك غزالي، عينو زرقا شغلة بالي، 06 ولا 36 احتال بيها وتكون حلالي. الو الو عيطور الطوموبيل، تجيبيني انا وحبيبتي اليوم معها سهرة لليل، هي انا حناتي. صافي انا لقيتها يا عمري وبغيتها، صافي قلبي اللي عطيتها، هي واحدة وديتها. صافي انا اللي لقيتها يا عمري وبغيتها، صافي قلبي اللي عطيتها، هي واحدة وديتها. ما انا خليك لي يا غالي ونطير معاك بلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا غالي ونطير معاك بلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وملاك انا عشاني فرزانا، كيف تقلب الحنانا شوف حالي انا. عشيري هذا معايا في وقت الشدة عليا، يستاهل كل الهدايا اللي في الكون. أفهمني حاسس بيا، عرفني تايب فيا، ولو ضبطي خاف عليا وبلو مشتوق. وانا ملاك انا عشتني فرزانا، كيف تقلب الحنانا شوف حالي انا. خليك لي يا غالي ونطير معاك بلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا غالي ونطير معاك بلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وملاك انا عشتني فرزانا، كيف تقلب الحنانا شوف حالي انا. بعدته عاللحظات من اللي جاي عود قاع اللي فاتوا، خلاته يوفى حياته تايهنا ليه الجواب. ويا وش حل محتاجة ليك ونحط الراس عليك، شكون ظهري في الدنيا غيرك ربي يخليك. لا لا يحرمني دعاك ولا الفرحة اللي معاك، انت ابويا وانا بنتك اللي طمعة غير فرضاك. وفين غادية بينا فين يا ليا مفين، خلينا نرجع وكي كنا مجموعين. شحال من واحد الدنيا اداته
خلاته يا ونساته بعداته على الأحباب.